فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من كورس الاوتوكاد. النهارده ان شاء الله هنشرح امر مفيش غنى عنه لاي مهندس، وهو امر ريكتانجل. هنعرف ازاي نرسمه ببساطه وازاي نطلعه بابعاد دقيقه، وايه هي الخبايا اللي بتخليك محترف وسريع في الرسم. طيب يا جماعه، هنبدا باول حاجه اللي احنا ازاي نفعل الامر. عشان نفعل الامر معاك طريقتين، اما انك تروح على قائمه الضرور اللي فوق دي ونبدا نفعل ريكتانجل ونبدا نرسم، لا اما عن طريق الاختصار. اختصار الريكتانجل معانا وهو REC انتر، وبرضه هنبدأ نستخدمه. طيب معانا كام طريقة النهاردة عشان نعرف نرسم الريكتانجل؟ معانا 3 طرق. الطريقة الأولى الطريقة العشوائي، اللي هو زي ما احنا عملنا دلوقتي عن طريق تحديد ركنين، الركن الأولاني والركن التاني، ده الطريق العشوائي. لكن انت راجل مهندس هتحتاج الأبعاد تكون مظبوطة ودقيقة. طيب هنيجي نفعل الأمر ونيجي نختار الركن الأول. لو جيت بصيت تحت كده على الكوماند بار هتلاقي جايب لك 3 اوبشنات. الاوبشن الاول الاريا، يعني انك تقدر ترسم المستطيل عن طريق المساحة بتاعته، وفي الطريقة دي انت بتحتاج يكون معاك طول او العرض بتاع المستطيل بجانب الاريا بتاعته. بمعنى هنيجي مثلا نختار الاريا، اخترنا الاريا وليكن مثلا الاريا 120 انتر. لو جيت بصيت كده هيقولك دخل لي الطول او العرض، وليكن معانا الطول مثلا ب40 انتر. لو جينا بصينا احنا هنلاقيه رسم لنا المستطيل بتاعنا طوله 40 وعرضه 3. تمام. طيب معانا الطريقة التانية اللي هي التالتة بقى. هنا نفعل الأمر نحدد الركن الأولاني عن طريق الأبعاد، وديت الطريقة الأنسب والأحسن والأفضل والأسرع. اللي هو أنت هتعمل إيه؟ هتدخل الطول والعرض، وليكن مثلا معاه الطول 40 والعرض 30. هنعمل إزاي؟ هندخل 40 ونفصل بين الطول والعرض بكومة و30 وتك انتر. هنيجي نبص نلاقي رسم لنا المستطيل بتاعنا. طيب هنيجي بقى نشوف الروتيشن، اللي انا مثلا عاوز اعمل مستطيل ولكن مائل بزاوية، وفي الطريقة دي قلت لك هنستخدم الطريقتين اللي هي بتاعت الاريا والدايمنشن بعد ما نعمل المستطيل يكون مائل بزاوية. طيب فعلنا الامر معانا، وهنيجي نختار من تحت من الكوماند بار روتيشن. تمام. حددنا الركن الاولاني كده. هنيجي بقى تحت كده نختار مثلا وليكن معانا الدايمنشن بتاعه، الدايمنشن وليكن 40 برضو كومة 30. فصلنا بين الطول والعرض بال30 بالكومة وانتر، ونحدد له عايزينه فين. تمام اهو ادي المستطيل بتاعنا. تمام. وبكده يا شباب نكون انتهينا من امر الريكتانجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.